ونريد أن نقول إن هذه المناسبة هي مناسبة اليقظة والفهم. هناك من طبعا من لا يعجبه هذا، ويعجبه أن يرى الأشياء قد تغيرت، مش تغير ترونت، فيجي السلام عليكم بدأ عاد يحل. أنا لا يعجبني البخاري. الله يا ودي بعد جبته في البخاري. أنا عندي أحاديث ما يمكنش تكون ذيك صحيحة لأنني في رأيي أنا. ما احناش نعبد الله برأيك أنت، ما احنا نعبد الله برأيك. أولا هذا علم لا يقال فيه بكلام تافه. الأمة التي سلمت للبخاري لم تكن بليدة ولا غبية ولا غافلة، لأن الأمة عرفت بأن البخاري هو قمة. ماشي كان هنا علماء آخر ما قالوش في مثل النسائي الترمذي ابن ماجه، ولذلك لكل واحد مرتبته. قالوا ابن ماجة في هؤلاء في رجال كتب السنن هو آخرهم. كانوا يعتنون بالترمذي أكثر، ولكن حينما يصلون وهذه كتب يقولون إنما فيها هو من قبيل الحديث الحسن غالبا، ولكن كتب الحديث الصحيح اللي يتكلموا فيها العلماء ماشي الدراري. قالوا إن كتب الصحيح قسمان: كتب التزمت الصحة وسلم لها العلماء ذلك، التزمت وسلم لها العلماء ذلك، وقسم لم يلتزم الصحة وفيه صحيح كثير. فأما الكتب التي التزمت الصحة وسلم لها العلماء، وأنا نقول الحاجة كي تخرج لعند من الاختصاص ما يبقاش شي واحد بيتكلم إلا بغى يجازف. هذه الكتب هي موطأ مالك وصحيح البخاري وصحيح مسلم عند المسلمين. ليس هذا تعاطفا مع هذه الكتب، ولكن هذه دراسة. هذه دراسة. أنت لو وجدت أو عرفت البخاري كيف يحصل الإسناد، دع كامل المعنى ديالك، لو وجدت أنه نهاية التقصي. مثلا إن البخاري حينما يروي حديثا يشترط فيه كل شروط الحديث الصحيح، وهي معروفة: يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، إذن وغير شاذ ولا معلل. هذه شروط العامة. لكن هو حينما ينقل لك فلان عن فلان، فإن قلت فلان عن فلان أي عن أنت، يقول البخاري: أنا سأقول هذا عن هذا شريطة أن يثبت لي هذا عن هذا. ما يكفيش أن أقول لك حدثت عن فلان، لا بد أن يشترط شرطين جوش. تعرفهم ولا ما تعرفهم؟ أن يكون قد عاش في زمن واحد. ما يمكن لكش أنت تروي على واحد إنسان مات قبلك، فلا بد نشوفوا باللي مروي في زمن أي التاريخ. لذلك هنا قالوا: لما أحدث الناس الكذب أحدثنا لهم التواريخ. تاريخ متى كان هذا ومتى هذا، متى عاش هذا ومتى مات. هذه وحدة. ثانيا لابد أن يثبت لنا أنهما التقيا، أي لابد أنهما تعاصرا، هذه المعاصرة. ولا بد أن يكون قد ثبت لك من دليل آخر أن فلانا الذي يروي عن فلان قد التقى معه، ماشي مجرد أنه عاش في زمنه. لأنني أنا أعيش مع مجموعة من الناس لم يلتقي بي هؤلاء ولم ألتقي بهم. لكن حينما نقول معاصرة، يقول البخاري: المعاصرة مظنة اللقاء، ليست هي اللقاء، ولكن اللقاء يجب أن يثبت من طريق آخر. فهذه صناعة لم يوجد في تاريخ البشرية، قولا واحدا عند جميع الناس، أمة حملت كتبها الدينية بمثل الأمر الذي حملت به الأمة الإسلامية. هذا ما كانش موضوع للعلم، لأهل العلم ما كانش يتكلموا هالكلام. والبخاري حينما وضع كتابه عرضه على العلماء وواطؤوه عليه إلى 4 أحاديث وقالوا فيها: والقول قول البخاري. ثم الأمة الإسلامية تشتغل بالبخاري منذ أن كتب البخاري إلى الآن. دائما علماء يتابعون نصوصه وأحاديثه وسنده منذ ذلك الوقت. فمن كان يريد أن يأتي بجديد فلينخرط
يجب أن يشتغل. كان الناس يقولون إن صحيح البخاري دين على الأمة، إن صحيح البخاري دين على الأمة. إلى الآن لا يمضي زمن إلا ويشرح هذا البخاري شروحا كثيرة. ناس الذين يريدون أن يتوسعوا يقرؤون فتح الباري وفيه ما فيه من الكنوز، ويقرؤون إرشاد الساري، ويقرؤون الكتب التي شرح الناس بها. البخاري لم يشبع الناس من شرحه، فكيف يأتي إنسان بآخرة في آخر الزمان يقول لهم أنا هذاك البخاري ما عجبنيش، واحد جوج أحاديث ما فهمته، ما عجبتكش اقعد في الأرض واسكت، نبدل البخاري لأنك أنت ما فهمتوش. لا، ماشي معقول. ولاش عصا موسى معقولة؟ عصا ديال سيدنا موسى معقولة اللي ألقاها فإذا هي معقولة، دينا ما خصش تأمن بها. والعصا التي ألقاها موسى في البحر، وهذه النار التي لم تحرق، طيب ما خصش تأمن بها. ماشي معقول أنت عندك العقل، واش من عقل اللي عندك؟ كي داير هذا العقل لدرجة اللي بغيت تسلطوا على السنة والكتاب. إذا مشيت هكذا ما بقى لك القرآن ولا السنة. أنا نقول هذا كلام لأن سمحنا نسمعوه هذه المرات، لأن بعض الناس يريد أن يقطع الناس عن السنة، يقول له من حديث هذا ما عندكم ما ديروا به. إذا مشى الحديث مشى القرآن، عرفتوا؟ إذا مشى الحديث رتبعوا القرآن. ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله وما آتاكم الرسول فخذوه. وأنت تجد أنك بالسنة بلا سنة لا أنت تريد أن تصلي، كيف تصلي؟ ماذا يجد في أحكام الصلاة في القرآن؟ أقيموا الصلاة، صافي. متى تصلي؟ كيف تصلي؟ ما هي السري؟ ما هو الجهري؟ ما هو كيفاش؟ ونسمحوا في السنة ونقعدوا نتبعوك أنت في الخوي ديالك. هذا كلام فيه إبطال الشريعة. ولكن لماذا هذا الكلام كان يقال؟ أنا نقول لكم علاش. هذا الكلام كان يقال في بعض المرات في بلاد يعم فيها، كان فيها الجهل عند بعض العجم في آسيا. كان الإنسان يقول كلاما من هذا ويجد من يصدقه. في هذه البلاد التي وجد فيها الإسلام منذ القديم ووجد فيها القرويين، لا أحد يقبل منك شيء من هذا. حاول تطلع ولا تهبط، راه ما غادي ياخذ منك، غير تعيي راسك، غادي يعيي. تعرفون كم تحضر من الأطاريح الآن حول البخاري؟ كم من العلماء الآن يبحثون البخاري ومسلم، علماء محدثون كبار، رواة للحديث، حفاظ متقنون. كل ما تريد أن تقول به أنت قالوا به وعرفوه وبينوا المعنى المراد من ذلك. ما يمكنش ترفض الحديث لأنه ما جاش على خاطرك، إنما مش حال الحديث غادي ما تجيش. لا، العلم قال ما أودي خليونا في راسنا، احنا اش من علم نحن نتكلموا عليه الآن. خليوا العلم غير، خليوا البخاري في بلاصتو.